فاكرين لما قلت لكم ان في جمبري بينظف البحر زي عامل النظافه بالظبط؟ ايوه، جمبري القمام. ماشي يا سيدي، خلاص النهارده جمبري تاني. هو كل فيديو جمبري؟ زهقنا. استنى بس، النوع اللي انا هكلمك عنه ده مش منظف، ده مقاتل. رحبوا معايا بالمانتس شريمب. الكائن ده عنده اقوى لكمه في البحر. المانتس حجمه صغير قد عقله الصباع كده، بس استنى ثانيه، لو مسكته فعلا جنب صباعك ده، لو فضل فيك صباع اصلا، هتكتشف انه ما بين 5 الى 15 سنتيمتر باغلب الانواع، وفي نوع منهم اللي اسمه بيكوك مانتس شريمب يوصل ل 15 سنتيمتر، يعني تقريبا قد ريموت التكييف. ورغم حجمه الصغير ده، الضربه اللي بيعملها سرعتها توصل ل 80 كيلو متر في الساعه، يعني اسرع من رصاصه مسدس صغير. الضربه دي بتغلي الميه لحظيا من شده السرعه. بس بدل ما اقول لك، تعالى اوريك. شايف الكابوريا دي؟ كانت فاكره نفسها تقيله في البحر، خدت سلسله ضربات من المانتس ودراعاتها ابتدت تتكسر نصين، ده غير ان هي غابت عن الوعي. بس الغريب ان الكسر مش دايما بيجي من الضربه نفسها، احيانا من موجه الضغط اللي بتتولد بعدها. يعني المانتس بيضرب ضربه تطلع منها فقاعه انفجار تحت الميه، الفقاعه دي لما تنهار تطلع حراره وضغط يكسر اي حاجه حواليها. يعني مش بس بيقتلك، ده بيعمل ريبلاي للوجع. طب هو ازاي بيعمل كده اصلا؟ تعال اوريك النظام الميكانيكي اللي جواه. جوه في نظام عبقري اسمه سبرينج لاتش سيستم، او نظام النابض والمزلاج. العضلات بتبدا تتقلص وتشد الطاقه، لكن بدل ما تخرج فورا بتتحبس جوه حاجه اسمها ميرال سبرينج، النابض المرن. المانتس بيقفل الطاقه دي بمزلاج ثابت، ولما يقرر يضرب المزلاج بيتحرر فجاه، والنابض يفرغ كل الطاقه اللي جواه مره واحده. النتيجه ضربه اقوى من وزن جسمه بالاف المرات. العلماء لقوا ان كل ده بيحصل في اجزاء من 1000 من الثانيه. العضلات تسحب، النابض يشحن، المزلاج يتحرر، والمطرقه تطلع بسرعه مجنونه وتلف لحد ما توصل لهدفها. وبسبب السرعه دي بيتكون تجويف ضغط يولد فقاعه انفجار كبيره اسمها كافيتيشن بابل. الفقاعه دي لما تنهار بتطلع طاقه حراريه وضغط يكسر الصدفه حتى لو الضربه نفسها ما لمستهاش. العلماء في جامعات زي هارفارد ودوك بيدرسوا المانتس شريمب علشان يصمموا منه روبوتات ودروع تقدر تخزن طاقه وتفرغها بنفس المبدا. يعني الكائن ده مش بس ملاكم، ده ملهم لتكنولوجيا المستقبل. نخش بقى على العين اللي خلت العلماء يدوخوا. احنا البشر عندنا 3 مستقبلات لونيه، احمر واخضر وازرق، ار جي بي. المانتس بقى عنده 12 ل 16 مستقبل لوني، وبيشوف الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء كانها عاديه جدا. العين دي تقدر تميز بين انواع الضوء المستقطب اللي احنا حتى ما نفهموش. يعني المانتس شايف العالم بنسخه الترا اتش دي 16K، واحنا لسه ستاق عالقين في الاس دي والاتش دي. ده خلى العلماء في جامعه نورث كارولاينا والينوي يقلدوا عينه ويصمموا كاميرات ومستشعرات طبيه تقدر تكتشف السرطان او الاجسام الدقيقه بطريقه اسرع من البشر. قول لي بقى، هو عندك كائن بالقوه دي في الحوض، هتاكله ولا هتشغله معاك بودي جارد؟ يعني عشان تعرف اللي وراك واللي قدامك.